السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة مستر تك. اختفاء خاصية باندويث كنترول. زي ما احنا عارفين يا جماعة إن خاصية باندويث كنترول هي خاصية التحكم في السرعة، واللي من خلالها بتقدر تتحكم في السرعة علشان تحافظ على باقتك لآخر الشهر. وحصل في الفترة الأخيرة اختفاء لخاصية باندويث كنترول من معظم الراوترات ومن ضمنهم الراوتر DG8045. طيب ده حصل ازاي يا جماعة؟ ده حصل نتيجة لتحديث من الشركة، تحديث على الراوتر بحيث ان هو يخفي خاصية الباندويث كنترول، بحيث ان خاصية زي ديت ما تأثرش على سرعة الانترنت عند الناس، وسرعة الانترنت تفضل ثابتة على 30 ميجا فما فوق. ولكن ده طبعا أثر بالسلب على معظم العملاء، وخصوصا اللي محتاج يقلل سرعته ويحافظ على باقته لآخر الشهر. طيب ايه الحل؟ ذكرنا حلول كتير، ومنها استخدام جهاز إضافي زي الأكسس بوينت، وقلنا إيه أفضل أكسس ممكن تستخدمها بحيث إنك تقدر من خلالها تحدد السرعة، وكمان تقسم السرعة على الأجهزة، يعني تدي لكل جهاز سرعة مختلفة. وهسيب لكم الرابط بتاعها أسفل الفيديو. طيب يا ترى في حل تاني للمشكلة ديت؟ أيوة طبعا الحلول كتير، ومنها حل الباك اب. حل الباك اب هو عبارة عن إنك بتاخد نسخة من الكونفيجريشن بتاع الراوتر، نسخة باك اب من الراوتر ده، بحيث إن الراوتر ده مثلا كان متحدد عليه سرعة معينة، فأنت بتاخد نسخة باك اب عندك بتنزلها عندك على جهازك، بحيث تبقى أنت كده حددت نفس السرعة اللي متحددة على الجهاز ده. يعني بمعنى آخر هنجيب راوتر زي ده كده مثلا، ده راوتر لسه الخاصية موجودة فيه، خاصية الباندويث كنترول، وهنحدد هنا سرعة معينة أيا كانت السرعة اللي أنت عايز تحددها. وبعد ما هتحدد السرعة اللي أنت عايزها، هتيجي على الباك اب وتاخد نسخة من الايه، من الكونفيجريشن اللي احنا عملناه او من الاعدادات اللي احنا عملناها دي. بتاخد هنا باك اب بالشكل ده، تضغط هنا على باك اب. طبعا الباك اب بتيجي منين؟ من 200، وبعد كده ديفايس مانجمنت، وبعد كده بننزل تحت خالص وبنضغط على باك اب. ده ازاي تسحب نسخة باك اب؟ يعني تضغط هنا على اوكي، النسخة بتنزل تحت هنا. تمام. طيب ازاي ترجع النسخة ديت على الجهاز بتاعك؟ ازاي ترفعها على الجهاز بتاعك؟ بترفعها من ريستور. بتختار الاول الملف، تشوز فايل، وبتروح على مكان الملف، تختار الملف نفسه اهو، وبعد كده بتضغط على ريستور. كده هو هيبتدي يسحب النسخة دي. ده طبعا في حالة ان انا لسه عندي الراوتر فيه خاصية الباندويث كنترول مفعلة، فانا باخد نسخة باك اب منها وبرجعها تاني وقت ما احتاجها. او في حالة ان انا عندي صديق مثلا عنده نفس الراوتر ولسه الخاصية موجودة، فانا باخد منه نسخة باك اب. طبعا بحدد السرعة اللي انا عايزها واخد منه نسخة باك اب وبرفعها على الجهاز بتاعي. طيب انا دلوقتي جهازي راح من عليه خاصية الباندويث كنترول وما عنديش صديق اخد منه الباك اب. طيب هنعمل ايه في الحالة ديت؟ كل المطلوب من حضرتك انك هتقول لي السرعة اللي انت عايزها. تعالوا نفتح كده صفحة الراوتر بتاعنا اهوت عشان اشرح لكم على الطبيعة ايه اللي هيتم بالظبط. ده راوتر عندي يا جماعة لسه خاصية الباندويث كنترول موجودة فيه. زي ما احنا عارفين ان احنا هنا ما بنكتبش السرعة بالظبط، يعني انا هنا مثلا كاتب 128، لكن مش هي دي السرعة الحقيقية اللي بتوصل لي. يعني في حالة ان انا هكتب هنا 128 مش هيجي لي 128 كيلو وانا السرعة بالكيلو، فالسرعة هنا غير دقيقة. وفي بعض الناس بتقول ان هي سرعة ابلود، ولكن ده مش موضوعنا. هو كل همنا ان احنا نقلل سرعة. فانا هنا لما بكتب 128 السرعه عندي ما بتبقاش 128، ممكن تبقى السرعه عندي 5، ممكن تبقى 7، ممكن تبقى 2. فانا طالب من حضرتك انك تقول لي انت كنت كاتب هنا رقم كام.
كل المطلوب من حضرتك هتكتب تعليق، وهتكتب السرعة اللي انت عايزها. اللي انت عايزها يعني ايه؟ يعني السرعة اللي انت كنت كاتبها هنا، الرقم اللي انت كنت كاتبه. وانا هجهز لكم باك اب بالارقام دي وبالسرعات دي، وهنرفعه هنا على القناة. هنرفعه برابط مباشر هتدخل تحمله. واحد هيدخل يحمل الباك اب المناسب ليه بالسرعة المناسبة ليه، وهياخده بنفس الطريقة اللي قلناها دي. يعني هياخد الباك اب داونلود من على الصفحة بتاعتنا، وهيرفعه عنده طبعا بنفس طريقة الباك اب ديت بالريستور. اختار الملف واضغط على الريستور بنفس الطريقة اللي احنا قلناها دي بالظبط. يبقى كل المطلوب حضرتك في الفيديو ده انك هتكتب تعليق بالرقم اللي انت عايزه، وطبعا ما ننساش اللايك. يبقى مطلوب من حضرتك لايك على الفيديو وتعليق بالسرعة اللي انت عايزها. ان شاء الله هيتم تجهيز اكتر من باك اب بكل السرعات اللي انتوا هتكتبوها ورفعها هنا على الصفحة، ان احنا نقدر نفيد اكبر عدد ممكن من متابعين القناة. طيب يا ترى في حلول تانية؟ طبعا انا عارف ان في ناس تانية بتقول ان الحل هو السوفت. والله مش في كل الاحوال بيبقى الحل هو السوفت، لان السوفت ممكن يعمل نتيجة سلبية. يعني لو السوفت مثلا نزلته وما لقيتش فيه الخاصية ديت من اساسه، ممكن تنزل السوفت ما تلاقيش فيه خاصية الباندويث كنترول. ممكن تنزل السوفت ما تعرفش تخش على صفحته زي ما حصل في راوتر زيكسل. ممكن يعمل اي مشكلة احنا لسه مش عارفينها، ولكن ده مش معناه ان احنا مش هنبحث عن السوفت. لا، احنا برضو هنبحث عن السوفت، وهنحاول ننزل لكم نسخة لسوفت الجهاز ده. ولكن برضو السوفت بنحتاجه اكتر في انك عايز تحول من شركة لشركة. لكن مشكلة زي ديت، مشكلة الباندويث كنترول، حلها بسيط. هي نسخة باك اب، خلاص السرعة رجعت عندك زي ما كانت. يعني الموضوع سهل. ولكن ده ما يمنعش ان احنا برضو هنبحث عن نسخة السوفت، وهنحاول برضو ننزلها على القناة. يبقى كده المطلوب من حضرتك لايك وتعليق بالسرعة اللي انت عايزها، وهنحاول نوفر لك الباك اب بتاعك في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبهولي في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد على حضراتكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.